مساء الفل واهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم احمد الحديدي. النهارده هنتكلم عن واحد عمل سيزون 2 لفيلم ريتشر وطلع يوم 15 ديسمبر 2023. هو عمل سيزون 1 والان ريتشاردسون هو ممثل امريكي سنه دلوقتي 41 سنه، طوله 191 سم، ومثل في افلام تانية، ظهر في افلام تانية زي بلاك ميرور وفريزير وكمان فاست اكس. فلما عمل ريتشر 1 الناس انبهرت جدا بالفورمه بتاعته، كانت الفورمه بتاعته حلوه جدا، ولكن الناس بدات تسال زي كل ممثل بيطلع في فيلم اكشن وبيعمل فورمه، بداوا يسالوا هل الشخص ده طبيعي ولا لا، هل خد ستيرويدز ولا لا. الكلام على انه خد هرمونات ولا لا بدا من السنه اللي فاتت لما طلع ريتشر 1، ولكن لما طلع الجزء الثاني وخصوصا ان هو زاد كمان عن الجزء الاولاني قلت لا، لازم نتكلم عن الموضوع ونبدا نشوف الشخص ده خد ايه، تعاطى ايه، اكله كان عامل ازاي، التمرين بتاعه كان عامل ازاي. فاول جزء يا معلم قال لك ان هو زاد 35 باوند في خلال 8 شهور. اللي بيتمرن بقاله فتره طويله عارف ان ده من رابع المستحيلات، مفيش حد هيزيد 35 باوند اللي هو فوق ال 15 كيلو في خلال 8 شهور. فكره ان انت تزيد اصلا 1 باوند في خلال شهر او شهرين بيبقى الموضوع صعب جدا، فبالك ان انت بتتكلم على 35 باوند اللي هو فوق ال 15 كيلو اوف بيور ماسل ماس او كتله عضليه صافيه في خلال 8 شهور، فضرب من المستحيل طبيعي طبعا. فمن رابع المستحيلات ان انت تزيد الوزن ده كله طبيعي، والناس اللي هي بتتمرن بقى لها فتره عارفه كويس جدا ان الموضوع ده صح. البني ادم الطبيعي المفروض ان هو بيكسب كتله عضليه من 15 باوند تقريبا في السنه في حاله لو كان بيتمرن اول 5 سنين، ولكن بعد ما تفضل تتمرن لمده 5 سنين الكيرف بتاع الماسل جين او اكتساب الكتله العضليه بيبدا ينزل، تزيد 1 باوند او نص كيلو في السنه، ده بعد ال5 سنين. فالراجل ده كان بيتمرن بقاله 20 سنه زي ما هنقول دلوقتي، ففكره ان انت تزيد 35 باوند او اكتر من 15 كيلو في خلال 8 شهور، وغالبا هيبقى نسبه كبيره منهم ماسل ماس لانه شكله لين جدا زي ما انتم شايفين، فده موضوع يدعو للشك. وعلشان كده كان في ديبيتس كتيره طلعت واستضافوه في بودكاست كتيره ومقالات كتيره اتكتبت على الجسم بتاعه وازاي حققه كده. مبدئيا كون ان انت تقول ان انت كسبت الكم الهائل من العضل ده في الفتره القصيره دي كانك بتستغبى الناس، كانك بتقول للناس في وشهم انتوا اغبياء. اللي ادهى من كده ان هم قالوا ان هو زاد في الجزء الثاني من الفيلم 5 باوند و2.5 كيلو كتله عضليه صافيه. فان انت برضو تزيد 2.5 كيلو كتله عضليه صافيه في خلال سنه، يعني ممكن اصدقك، بس الزرطه الاولانيه اللي هو ان انت تزيد 35 باوند في خلال 8 شهور دي اللي عايزه لها وقفه. مبدئيا هو لما صور ريتشر 1 كان عنده 39 سنه، فلما بتعدي ال 35 سنه عموما في ناس من بعد ال 30 بيبدا معدل هرمون التستيرون ينزل، فقدرتك على ان انت تزيد كتله عضليه ما بتبقاش زي ما بتبقى في العشرينات. فدي اول حاجه هتخلينا نشك في ان انت كسبت الكتله العضليه دي لانك عندك 39 سنه وكنت بتتمرن قبل كده. فكره ان انت كنت بتتمرن قبل كده بقالك 20 سنه على حد زعمه، فده بيخليك ان انت قدرتك على ان انت تزيد كتله عضليه بتبقى اقل من واحد لسه بادئ تمرين، لان لما يبقى واحد لسه بادئ تمرين زي ما قلنا اول 5 سنين بتبقى اكتر فتره بيكسب فيها مكاسب عضليه، وبعد كده بتبدا المكاسب العضليه بتاعته تبدا تقل. فكون ان انت بقالك فتره طويله بتتمرن وكون ان انت معدي ال 30 سنه فده في حد ذاته بيخليك ان انت ما تكسبش كتله عضليه زي واحد مثلا عنده 20 سنه. الراجل ده زي ما قلنا كان بيمثل في افلام كتيره، والحقيقه هو فورمته كانت حلوه من زمان، ولكن على حسب ما قال لك ان انا لما اترشحت لدور ريتشر 1 عرفت ان انا لازم اعمل فورمه تكون فورمه مختلفه تماما عن الفورمه اللي كانت عندي قبل كده، فبدا ان هو يدخل ويتس. على حد زعمه برضه بيقول لك ان الجسم اللي كان عامله قبل كده كان عامله من غير ويتس، يعني ما كانش بيتمرن خالص باثقال، ولما قرر ان هو خلاص هياخد الدور بتاع ريتشر 1 فقال لك لا، انا لازم اركز ان انا ارفع اوزان واعمل بروجريسيف اوفرلودنج او ان انا اتقل اوزان باستمرار يعني، واحاول ان انا ابقى انتنس في التمرين. بيقول علشان بدا يدخل اوزان في التمرين بتاعه علشان بدا يتمرن بقوه، فكان هو ده السبب اللي خلاه يكسب 35 باوند او اكتر من 15 كيلو كتله عضليه صافيه في خلال 8 شهور. كلمه واحده قال انت راجل زراط. في مجله مينز هيلث اتكلم على التمارين بتاعته وان هو كان بيلعب ريبس تيل فيلير او كان بيلعب لحد مرحله الفشل العضلي، وعلى حد زعمه برضه قال ان ده السبب اللي خلاه يكسب 35 باوند اوف بيور ماسل ماس في خلال 8 شهور. وده طبعا كله كلام هقص، يعني انا شفت التمارين عاديه جدا، فمش شايف فيها اي حاجه سحريه ممكن تخليه ان هو يكسب الكم الهائل من العضل ده. فانت لو بتتمرن بشكل قوي جدا حتى اكتر من الشكل اللي انت ظهرته في المجله اللي انت عملت فيها لقاء وكده، فدي حاجه اصلا تدينك ان انت لو كنت بتتمرن بشكل عنيف جدا فانت محتاج ريكفري. فمعنى ان انت بتتمرن بشكل عنيف جدا على حسب ما انت بتقول وفي نفس الوقت كسبت الكم من العضلات دي كلها، فمعنى كده ان انت بتاخد ستيرويد، لانك مش
مش هتقدر ان انت يحصل لك ريكفري او يحصل لك استشفاء بصوره طبيعيه. لازم تاخد ستيرويدز عشان هتخليك ان انت تتمرن بطريقه عنيفه جدا، وفي نفس الوقت ان انت تبيلد ماسل ماس او تبني كتله عضليه. تعالى ندخل على الدايت. ممكن يقول اي حاجه مقنعه فقال لك ان لما قرر برضو ان هو ياخد الدور وكده بجانب التمارين العنيفه جدا، كان في واحد متخصص بس ان هو يعمل له الاكل بتاعه ويديله الاكل بتاعه. بيبقى الاكل ده مكون من حاجات فيها بروتين وسموذيز وكلام من ده كله، وكان بيحاول ان هو يكمل السعرات بتاعته خلال اليوم. السعرات الكتيره جدا اللي المفروض ياخدها كان بيكملها ان هو بياكل كوكيز. طبعا دي زارطه تانية. لو انت بتحاول ان انت تجيم ماسل ماس او تكسب كتله عضليه وعايز تبقى لين، فما ينفعش ان انت تعدي السعرات بتاعتك بصوره كبيره. في حاله لو انت مثلا كان المينتنس بتاعك 2000 سعر حراري وانت بتاخد مثلا 3000، فانت الكميه الزياده من السعرات اللي هتاخدها هتتخزن في صوره دهون. فكون ان انت تكسب 35 باوند اكتر من 80% منهم كتله عضليه وانت شكلك ناشف كده وبتاخد سعرات حراريه كتيره جدا زي ما انت بتقول، دي حاجه برضو بتدينك. زي موضوع التمرين، لو انت بتعمل اوفر تريننج اللي هيخليك ان انت توصل لمرحله البناء العضلي وانت بتوفر ترين، او ان انت بتجهد نفسك زياده عن اللزوم، اللي هيخليك تعدي مرحله الريكفري، هتبقى بتريكفر بشكل سريع جدا 50 ضعف الشخص الطبيعي، هي الاستيرويدز. وفي نفس الوقت لو انت بتاخد سعرات حراريه معديه المينتنس بتاعك كتير، او سعرات حراريه اكتر من اللي انت محتاجها بكتير، وفي نفس الوقت انت لين، فمعنى كده انت بتاخد استيرويدز. لان مفيش شخص طبيعي هياخد كوكيز كل يوم وهياخد سعرات حراريه معديه المينتنس بتاعه او السعرات الحراريه اللي هو محتاجها كل يوم ويبقى لين بالشكل ده. مفيش شخص طبيعي كده الا في حاله لو خد استيرويد. فطبعا كلام برضو مش مقنع. انت لو عايز تزيد كتله عضليه فانت لازم تعرف المينتنس بتاعك كام وتعمل عليه سيربلس او تزيد 400 او 500 كالوري، وتبقى حاسب السعرات الحراريه بتاعتك كويس، تبقى عارف انت بتاخد كام، وعارف ان انت لو زودت عن الكم ده فانت هتجين فات في البطن والجناب، فلازم تبقى عارف ان انت هتزيد شويه فاتس. عشان كده اسمها بالكينج، ان انت بتبلك، ان انت بتزيد ماسل ماس وفي نفس الوقت بتزيد معاه شويه فاتس، وبعد كده تشيل الفاتس دي في مرحله بعد كده. عشان كده بنقول ان الكلين بالكينج احسن بكتير من الديرتي بالكينج، لانك لما بتزيد فاتس كتيره وانت بتعمل ديرتي بالكينج اللي هو انت بتاخد برجر وبيتزا وما اعرفش ايه، فانت بتتعب علشان تنزل الدهون دي بعدين. ولكن لما بتاخد اكل نظيف، يعني بتاخد رز، فراخ، بيف، سلمون بسعرات حراريه محسوبه، فانت بتزيد شويه دهون، بالتالي ما بتتعبش لما بتيجي تنشف، بتلاقي نفسك بتنشف بسرعه. غير لما واحد مثلا ياكل كل حاجه هو عايزها، بيبقى شكله اولا وهو بيبلك شكله مش لطيف، مفيش ابس طبعا ولا اي حاجه، وبيتعب جدا لما بيحاول ان هو ينزل دهون. الموضوع لازم يبقى محسوب. بالنسبه لموضوع الهرمونات، لما جم سالوه عن الهرمونات قال في كذا لقاء قبل كده، ناس عملت معاه زوم كول وناس استضافته في بودكاست، قال ان هو عمره ما لمس الهرمونات. False allegations of me achieving my goals through performance enhancing drugs, steroids, some kind of steroidal stack of some kind, HGH, whatever. I never have taken a performance enhancing drug. I've never taken HGH. I never took testosterone until very recently for قال كذا مرة في 2022 ان هو عمره ما خد هرمونات علشان يحضر لفيلم ريتشر، ولكن في بودكاست قال ان هو خد تستوستيرون لأسباب طبية، وبعدين ما قالش عن الاسباب الطبيه دي، ولكن ظهر بعد كده قال لك ان هو خد تستوستيرون عشان كان بياخد بروفين. And if you know, like me, you take ibuprofen every day because you feel like got back pain or neck pain or whatever, and you don't have any testosterone, and maybe you need to get on testosterone therapy, which is super easy to do. Yeah. And you know, since so I started taking testosterone to get my numbers back up, and night and day, I feel like, oh God, like this is how I felt before the shoot, and this is how I should feel all the time. كان بياخده تقريبا يوميا بسبب ان في الام عنده في الرقبه والام في الظهر، فكان بياخد بروفين كل يوم، فسمع ان البروفين بيقلل من هرمون التستوستيرون، فخد تي ار تي او تستوستيرون ريبليسمنت ثيرابي. طيب هو كان بيتكلم على البروفين كانه مثلا بيتاخد زي الاوميجا 3، ما هو مش مالتي فيتامين يا معلم، انت هتاخده كل يوم. اللي ما يعرفش التي ار تي هو التستوستيرون ريبليسمنت ثيرابي. الناس اللي بيبقى عندها التستوستيرون قليل في جسمها، زي الناس مثلا اللي عدت ال 50 سنه، فبيلجأوا لان هم ياخدوا تستوستيرون من بره في صوره حقن او في صوره مراهم، فبياخدوه علشان يحاولوا ان هم يعوضوا التستوستيرون القليل في جسمهم. ولكن دي بتبقى جرعه محسوبه كويس جدا، توصف عن طريق دكتور، وفي عيادات موجوده في امريكا وكندا للحاجه دي اسمها تي ار تي كلينيك. فبيبقى الدكتور نفسه بيوصف للناس دي اللي عندها نقص بسبب السن، بسبب اي حاجه. في ناس مثلا بيبقوا بقى لهم فتره بيدخلوا بطولات، فعمالين طبعا يحقنوا تستوستيرون لفترات طويله من الزمن، فبيبقى بقى عايز يرجع يعيش حياته طبيعي، فطبعا بيحصل له شوت داون، لانك لما بتحقن التستوستيرون لفتره طويله بيحصل لك شوت داون. جسمك بيحاول ان هو يعادل النسبه من التستوستيرون اللي موجوده في جسمك، فبيلاقيك عمال تحقن تستوستيرون كتير،
فبيحصل شوت داون او بيوقف افراز هرمون التستوستيرون. فالناس دي لما بتوقف انها تحقن هرمون التستوستيرون بيبقى جسمها اصلا ما بيفرزش حاجه، فبيلجأوا لعيادات التي ار تي او في ناس بتاخده مع نفسها علشان يعوضوا التستوستيرون اللي مش موجود في جسمهم. فبيقول ان هو بدأ ياخد تي ار تي، يمشي على جرعات تي ار تي علشان يعوض التستوستيرون القليل اللي نتج عن ان هو كان بياخد بروفين. طيب انت خدت بروفين، هل ده سبب ان انت تاخد تي ار تي؟ يعني انا مثلا باخد بروفين على كذا مره، فايه ده انا اكيد التستوستيرون بتاعه قليل. طب انت ما طلعتش قلت مثلا التستوستيرون بتاعك كان نسبته كام لما خدت جرعه التي ار تي؟ في ناس على فكره كتيره موجوده في العالم بتاع الفتنس وكده بيقول لك انا ماشي على تي ار تي. طبعا جرعه التي ار تي دي المفروض ما تتعداش 180 مللي جرام تستوستيرون في الاسبوع. في ناس بتبقى بتاخد مثلا 500 او 600 يقول لك انا ماشي على تي ار تي. لا يا معلم، ده مش تي ار تي، دي دوز بتاعه هرمونات. انت كده بتاخد كانك بتحضر لبطوله. الجرعه بتاعه التي ار تي ما ينفعش تعدي 150 180 ماكسيمم. فانت خدت جرعه تي ار تي قد ايه؟ ما قالش بصراحه. الموضوع ما يتصدقش. وبعدين قال في الاول ان هو ما خدش خالص علشان يحضر للدور، وبعدين رجع تاني قال انا خدته لاسباب طبيه. فالموضوع مشكوك فيه وكلامه غير مقنع بالنسبه لي على الاقل. وكمان كلامه عن التمارين وعن التغذيه وان هو فاكر الموضوع عتاله في التمرين وان انت تاكل اكل وخلاص، برضو الكلام مش مقنع بصراحه. شايفه استغفال للناس. فهل الشخص ده طبيعي ولا لا؟ من رايي ان هو شخص غير صادق، هو مش طبيعي، خد هرمونات. ده طبعا ما يقللش من المجهود الجبار اللي عمله، وان هو لازم يمشي على دايت مظبوط ولازم يتمرن كويس جدا ولازم ينام كويس جدا. طبعا ما بنقللش من المجهود اللي عمله او مجهود اي حد بياخد هرمونات، لانك مع الهرمونات كمان لازم تبذل مجهود، ولكن النتائج بتاعتك بتبقى اضعاف مضاعفه للناس اللي هي ماشيه طبيعي. ممكن تقولوا لي رايكم في الكومنتس تحت، هل هو خد هرمون ولا لا؟ تفتكروا اي حد ممكن يوصل للفورمه دي طبيعي ولا لا؟ وعلى فكره مش كل اللي هياخد هرمون هيبقى في شكله، يعني ممكن ناس تاخد هرمونات وفي ناس خدت هرمونات كتيره جدا وشكلها اصلا ما بتتمرنش. فالموضوع جينيتكس بحت ومعتمد على جينيتك. هل انت عندك قابليه ان انت تزيد الكم من العضل ده ولا لا؟ فلو انت جينيتك مش حلوه حتى لو خدت ستيرويدز ممكن اصلا ما توصلش للجسم ده. فقولوا لي رايكم في الحلقه لو حابين ان احنا نستمر في هذا النوع من الحلقات، ولو عندكم اي اقتراحات عن اي مواضيع تانية ممكن نتكلم فيها. دي كانت حلقه سريعه، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، وان شاء الله اشوفكم في حلقه جديده الاسبوع الجاي. كان معكم احمد الحديدي، السلام عليكم.